بسم الله الرحمن الرحيم. هناك تغيير بعد افتتاح المتحف المصري الكبير بزيادة السائحين. ظهور فيديو لسائح يقلد بعض أشخاص من مصر بيقوموا بالتحرش بالسائحات، وده طبعا بيمنع السائحين المجيء للسياحة في مصر. وأطلب الدولة بتغليظ العقوبة للمتحرش، والكلام ده لوزير السياحة ورئيس الوزراء. فين الإجراء ضد اللي بيحصل ده من تجاوزات؟ السياحة مهمة لتحسن الاقتصاد، لتحسن النمو الاقتصادي ودخل الفرد المحيط بالعمل السياحي ودخل الدولة، وبالتالي ينعكس على دخل الفرد المصري. بتجاوزنا ده بندمر اقتصادنا بإيدينا. فين تغليظ العقوبة ومنع التجاوزات؟ فين نظرة الدولة في تطوير الموانئ الجوية والخطوط الجوية والاهتمام بالسائح وجودة الخدمة داخل المطار ومنع التجاوزات داخل المطار بأي شكل كان؟ كده وصلت للنهاية. ما تنسوش الدعم للقناة لأنها جديدة بالاشتراك، وأشكركم ومع السلامة.